الأهلي يفوز على المقاولون العرب في مباراة أبرز مكاسبها هو حصول الأهلي على الثلاث نقاط وتحقيق العلامة الكاملة في أول مباراتين في الدوري. بدأ الأهلي المباراة بخطة اللعب المعتادة وهي 4-2-3-1. في حراسة المرمى شريف إكرامي، 4 في خط الدفاع سعد سمير ومحمد نجيب في القلب، على اليمين المقاتل أحمد فتحي، على الشمال علي معلول، 2 في وسط الملعب وهما الحسامين غالي وعاشور، قدامهم 3 في القلب عبد الله السعيد، على يمينه الحاوي وليد سليمان، على شماله الغائب الحاضر مؤمن زكريا، تحت مهاجم وحيد والفاقد لذاكرة التهديف عمرو جمال. في مباراة كان يقدر الأهلي فيها إنه يسجل عدد كبير من الأهداف لولا استمرار صيام المهاجمين عن التهديف. الأهلي من بعد مباراة الاتحاد في نهاية الموسم الماضي لحد دلوقتي ما سجلش أي أهداف عن طريق المهاجمين، وآخر هدف كان سجله خط هجوم الأهلي كان في مباراة الاتحاد في شهر يونيو الماضي عن طريق عماد متعب، وده يبين قد إيه العقم التهديف اللي عند النادي الأهلي. لما يبقى الفريق كل أهدافه في الفترة الأخيرة عن طريق خط الدفاع أو عن طريق خط الهجوم من خلال ضربات الجزاء، يبقى أكيد في مشكلة والمفروض نشوف لها حل. لكن إن احنا نلاقي نفس المهاجم بنفس الأداء في كل مباراة ومفيش أي جديد، يبقى لازم نغير العتبة ونجرب أي مهاجم تاني، يمكن ربنا يفرجها والنحس يفك. من الواضح وضوح الشمس إن الأهلي كان مستحوذ ومسيطر وفارض إيقاع لعبه على المباراة، بس برضه من الظاهر كنور القمر ان الاستحواذ والسيطرة دي كانت سلبية، وان اداء ورتم الاهلي كان بطيء، وده لسببين. اولا ان معدل اعمار لاعبي الاهلي اللي في التشكيلة الاساسية كان كبير، وده بيأثر على سرعة الاداء. ثانيا قلة تحركات لاعبي الاهلي داخل منطقة الجزاء. نفسي اعرف نوع الواسطة اللي مع عمرو جمال ومؤمن زكريا اللي بتخليهم يلعبوا في كل مباراة، لا وايه بيلعبوا اساسيين، وفي نفس الوقت ما شاركش من صفقات الاهلي الجديدة اللي علي معلول بشكل منتظم وكريم ندفد بشكل غير منتظم، مع استمرار استبعاد صفقات قوية زي ميدو جابر وجونيور اجاي وصالح جمعة، واللي ممكن يغيروا كتير في اداء النادي الاهلي. في مباراة الاسماعيلي اللي فات الاهلي سدد عدد كبير من التسديدات، وساعتها اشدنا بعدد التسديدات، ولكن انتقدنا دقة وجودة التسديدات. في مباراة المقاولين الاهلي تقريبا ما سددش الا تسديدتين طول ال90 دقيقة، وده مؤشر مخيف لان التسديدات بتوجد حلول في الوقت اللي بيكون فيه الملعب مقفول. هجمات لاعبي الاهلي عن طريق الاطراف ورفع كرات عرضية هي اكثر هجمات لاعبي الاهلي خطورة في كل مباراة، ورغم كده بيصر لاعبي الاهلي على الاختراق من العمق وعدم استغلال الاطراف. قلت عرضيات علي معلول بعد تولي حسام البدري تدريب النادي الاهلي، وده بسبب عدم ترك حرية التحرك لعلي معلول في الجبهة اليسرى، وعدم مساعدة مؤمن زكريا لعلي معلول. وعشان كده احب اوجه نصيحة لعلي معلول، بلاش تقعد جنب صبري رحيل كتير. من الجيد ان دفاع الاهلي بيستغل الكرات العرضية لما بيتقدم، وكان السبب في فوز الاهلي في مباريات كتيرة. ده في مدافعين فرق تانية بيحاولوا بقالهم سنين ومش عارفين يحطوا ولا جول، ده بس عشان نيتهم مش سالكة. الى لاعب نادي المقاولين محمد شعبان، يعني انت طالع مطرود من المباراة وفرقتك خسرانة 2-0 وقلنا ماشي، وكمان طالع تقول لجمهور الاهلي اتفرجوا على فريق بس احب اقولك احنا كل سنة بنشارك في بطولة افريقيا واحنا ابطالها 8 مرات، وانتوا اخر مرة فزتوا بالبطولة كان في سنة 2002. اعرف حجمك.